المشكلة يا اخوانا اننا اتعودنا نحسبها بالورق والقلم، وبقينا رابطين النتيجة باللي في ايدينا. يعني مثلا معايا قرش يبقى هعرف اشتري، عندي واسطة يبقى هتوظف. لكن المؤمن المفروض يشوف الموضوع ده بشكل تاني خالص. المفروض يشوف ان السبب ده مجرد ستار، واللي بيحركه هو الله عز وجل. لازم تبقى عارف ومتيقن ان مفيش حاجة اسمها صعب وسهل عند ربنا، كله حاجة واحدة. الصعوبة دي صفة للبشر لان طاقتنا بتخلص، لكن الخالق لا يعجزه شيء. يعني ببساطة بالنسبة لربنا خلق ذرة رمل هو في السهولة زي خلق مجرة كاملة. كلمة كن مش محتاجة مجهود. الآيات اللي بتثبت الكلام ده في سورة مريم، لما سيدنا زكريا استغرب ازاي هيخلف وهو عجوز ومراته عاقر ما بتخلفش أصلا، ربنا رد عليه وقال له ايه بقى؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يعني ربنا بيفكره انت كنت صفر وخلقتك، فازاي مستغرب اني اخليك تخلف؟ في سورة الروم ربنا بيقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. العقل البشري بيقول ان إعادة تدوير الحاجة أسهل من اختراعها من الأول، فربنا بيكلمنا على قد عقولنا وبيقول لنا ان الإعادة أهون وأسهل، مع ان الكل عنده بسيط. ربك بيقول برضه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الآية دي فيها سر إن كل أمانيك، الشغل، الجواز، الفلوس، العربية، هي موجودة فعلا في خزائن الله، بس هي مستنية إذن النزول. يعني الموضوع مش مستحيل ولا حاجة، هو بس متخزن لحد وقته. تخيل إنك واقف قدام بحر كبير ومعاك كوباية صغيرة، هل البحر هيخلص لو مليت كوبايتك؟ أكيد لأ. أهو ملك ربنا ده هو البحر وأمانيك هي الكوباية الصغيرة دي. لما تطلب من ربنا ما تطلبش على قد ظروفك اللي هي ضيقة قوي، اطلب على قد قدرته اللي هي مفيش لها آخر. الحديث القدسي بيقول ايه بقى؟ شوف الجمال كده. ربنا بيقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. زي إبرة خيط غطستها في البحر، هل الإبرة فيها نتوءات مثلا وفراغات ممكن تاخد مية وهي طالعة؟ مستحيل، الإبرة ملساء. أهو ده بالظبط اللي هينقص من ملك الله لو كل واحد فينا خد اللي هو عايزه كل أمانيه. أنت مستوعب التشبيه؟ فاللي يخلي الأرض دي طايرة في الفضاء بوزنها ده وما بتقعش، واللي يخلي قلبك يدق وانت نايم من غير ما انت تتدخل، مش هيعجزه حلم انت كاتبه في ورقة يا سيدي، أو دعوة بتهمس بيها في سجدة. الموضوع هين، الموضوع هين والله، بس انت صدق انك بتدعي القوي مش المحدود. وصلت؟